هذا يقول اللي دخلت المدينة وشفت فد واحد، ناس ملتمة عليه، وجهه نوراني، تظهر عليه الهيبة. يقول اجيت عليه، يقول سألت هذا منو؟ قالوا هذا الحسن. قلت الحسن ابن أبي تراب ابن علي بن أبي طالب؟ معقولة علي بن أبي طالب عنده ولد؟ رحت له، قول فشتمته، شتمت الإمام الحسن، هو من أهل الشام، يقول فشتمته، يقول ساكت الحسن، بعد شتمته أو غلت في شتمه ساكت. فالإمام رفع راسه قال لي الظاهر أنت غريب، يظهر عليك أنت مو من أهل المدينة، إن كنت جائعا أطعمناك، إن كنت عطشانا سقيناك، إن كنت مديونا ساعدناك. قلت هذا خجلني. قلت له الله أعلم حيث يضع رسالته، أنا أعتذر. قال لي لا، شنو رأيك أخذك وياي للبيت أراويك زغب جناح جبرائيل؟ ترى جبرائيل كان ينزل علينا للبيت، احنا مو طارئين على الإمامة، بس الإعلام والتشويه والتسقيط والكذا الأخذ ما أخذها، وإلا ترى احنا أهل السالفة، ترى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، علينا نازلة، ترى الله مطهرنا احنا. فالمعنى الثاني الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، يعني قاما بالخلافة أو شنو أو قعدا عنها، أخذت منهم واغتصبت منهم. هذا المعنى الثاني. المعنى الثالث الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، يعني إن قاما بالسيف. ليش؟ لأن أكو ناس ما راح تستوعب فكرة الحسني صالح والحسيني قاتل، ياهو الصح من عندهم ياهو الغلط من عندهم، حشاهم. النبي قال لهم لا، اثنيناتهم صح، اثنيناتهم صح. شوف، فكرة أن الحسن سياسي مثلا فكرة، والحسين يعني مندفع، غلط. فكرة أن الحسن متقاعس والحسين شجاع، غلط. كلاهما أديا دورا وفق ما تقتضيه الحكمة والمصلحة والحفاظ على هذا الدين. الدين في وقت الإمام الحسن احتاج سياسة حتى أحافظ على الجماعة، خلاص بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله نصالح. الدين في عصر الإمام الحسين اقتضى الشهادة، اقتضى دماء لما تصحي الناس، بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله، توكلنا خلاص. إذن من أسس لمطلب الإمامة في عصر الإمام الحسن هو رسول الله أولا، يعني قبل عصر الإمام الحسن أسس لهذا التأسيس، وهو أن الإمام الحسن إمام على كل حال. هسا رضيتوا ما رضيتوا، اطيتوا الإمامة ما اطيتوا الإمامة، اقتنعتوا بسياسته، اعترضتوا على سياسته، الأمر مو مهم. المهم عند الله أن الحسن شنو؟ الحسن إمام.